بسم الله الرحمن الرحيم. الاهلي بطلا للسوبر المصري. قبل ما تتكلم عن المباراه عايزك تتخيل معايا ان شيكابالا هو اللي سجل هدف الفوز. كان ايه اللي ممكن يحصل؟ انت متخيل؟ تخيل كده بقى، شيكابالا دخل شاط ضربه الجزاء جابها جول، الزمالك كسب. ما كناش هنعيش في البلد دي تاني. ندخل على المباراه على طول، ندخل على المباراه اللي حرقت دم. انا قاعد معلق جلوكوز، انا خلاص قاعد كده. في ايه؟ هو في ايه؟ انتوا متصربعين على ايه؟ انت متصرب عليه. انت احسن من الزمالك، ماسك كوره في نص ملعب، في لا مركزيه، في تحركات للاعيبه نص الملعب واضحه. كوكا اللي عمل مباراه جميله، مروان عطيه من افضل لعيبه الاهلي، امام عاشور. تعالى يا امام، انت زي الزفت. انت من اسوأ لعيبه الاهلي ان لم تكن الاسوأ. انت ليه حاطط دماغك مع جمهور الزمالك؟ ليه عايز انت اللي تدخل تاخد اللقطه؟ ليه ما بتلعبش لمصلحه الفريق؟ مش هنحبك كده. انت هنا مش في نادي الزمالك، انت هنا في نادي الاهلي. يعني تلعب لمصلحه الفرقه، يعني تلعب لعب جماعي. عمرنا ما هنطبطب على لاعب عشان مصلحه ده فوق اي حد. ده فوق اي حد. ركز يا حبيبي في الملعب، ركز يا بابا في الملعب. انت مركز مع جمهور الزمالك، كل ما تلمس الكره يشتمك، عايز تدخل تشوط. يا ابني العب. شحات فاتح، وسام فاتح، العب للناس دي، العب للناس دي. ونيجي لطاهر محمد. يا جماعه طاهر ده انا مش فاهم يعني. ما بحبكش، انا ما بحبكش. ما انا مش عارف احبك. لا استلام صح، ولا خروج باص صح، ولا تحركات صح، ولا تايمنج، ولا يعني انت بتيجي تستلم الكرة بحس ان هي بتطول. انت حاطط صدادات في صدرك، انت حاطط صدادات في رجلك. ليه العرضيات كلها هناك؟ ليه يا جماعه حرقه الدم دي؟ انت مسيطر في اول الماتش ومستحوذ وماسك كوره، والزمالك بيقول لك تعالى اتفضل هات جول. في ايه؟ وانت لا حياه لمن تنادي. في ايه يا جماعه؟ ليه متصربعين؟ ليه ده عايز يسجل وده عايز يشوط وكور ما تضيعش؟ كوره حسين الشحات في الدقيقه الثامنه. يا نينجا شيب باص يا نينجا، حطها في الضيقه زي ما بتعمل. ايه ده؟ ايه ده انفراد. ده انفراد في ماتش سوبر، ماتش ببطوله في الاخر، ماتش انت لو خسرناها نطلع نشطف لك وشك. ايه ده؟ في ايه؟ عشان يجي بعدها انفراد لوسام في الدقيقه 16. والله اعصابي تعبت من بطوله محليه. انت متخيل؟ قدام الزمالك ماتش المفروض شوط اول اخرج فيه 3-4 مرتاح، انا قاعد على اعصابي لحد الدقيقه 120 وبلعب ضربات جزاء مع الزمالك، والماتش بضربات الجزاء رايح جاي. يجي يحيى عطيه الله بكره ثابته في العارضه. انتوا استحميتوا يا جماعه قبل ما تنزلوا؟ يعني وانت في الفندق كده خدت شاور كده واستحميت؟ اللي مش عارف كان عامل حاجه ولا مستحمين يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. في ايه؟ والله العظيم الكره فيها حاجه غلط. طب دي عارضه اوكي، وهدف وكره وسام اللي جت في القائم اوكي تمام. طب الانفرادات اللي قدام الجول اللي بتضيع دي بتضيع ليه؟ انا عايز افهم مركزين في ايه. واول مره اشوف كولر متعصب كده، اول مره اشوف مارسيل كولر. يعني نهائي افريقيا انا ما كنتش شايفه كده. نهائي افريقيا بتاع الوداد كان واقف بكل برود، اللي هو انا مستني اشوف هتعملوا ايه. نهائي الترجي كان، انت متخيل نهائي افريقيا؟ اول مره اشوف كولر بالعصبيه دي، واللعيبه بتاع الاهلي بالعصبيه دي. انا مقدر ان انت عايز تكسب عشان خاطر الجمهور، بس مش بالمنظر ده. مش اللعيبه تقعد تزعق لبعض، مش كده خالص. انا عارف ان انتوا مضغوطين والدنيا والجمهور حاطط عليكم عشان انتوا تستاهلوا، بس انتوا اللي بتدخلوا نفسكم في الزون ده. مع جمهور الاهلي. نيجي لقلبين دفاع الاهلي، رامي ربيعه وياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم من نجوم المباراه النهارده عشان ما اجيش عليه، بس قلبين الدفاع دول مع بعض كارثه. الزمالك في الشوط الاول ما راحش عليك غير بكره في الدقيقه 28. هدف الجزيري تسلل مليون في المية، واي حد هيطلع يقول لك الكره مش تسلل تف في وشه وما تتكلمش معاه. وبالمناسبه اكرم توفيق يستحق ان هو يطرد للامانه. هنا هقول اللي ليا واللي عليا. اكرم توفيق في كذا تدخل في الشوط الثاني كان، ومن بدري من الدقيقه 60 كان يستحق ان هو ياخد انذار ثاني. دخل على ناصر ماهر، كانت باينه قوي ان هي محتاجه انذار ثاني وطرد لاكرم توفيق. على ما المعلم كولر استوعب ان المفروض عمر كمال ينزل عشان اكرم تعبان، مدرب تعبان. قلبين الدفاع، عرضيه، اول عرضيه للزمالك انا قاعد بقول جول، والله العظيم انا قاعد حاسس ان هي جايه. معرفش دربكه فيها يا جماعه. في ليه مصعبينها علينا؟ في شوط اول انا راكبه، انا اول 30 دقيقه انا اللي مسيطر، انا اللي مستحوذ، انا اللي ماسك الملعب بالطول والعرض، انا اللي حاكم الدنيا دي كلها. ليه تضغطني الضغطه دي 120 دقيقه
عشان ينتهي شوط اول 0-0. تدخل الشوط الثاني بقى البدني، العامل البدني للنادي الاهلي اللي بنتكلم عليه في كل مباراه واقع. شوط ثاني مفيش تسديده اكرم، لاعب بيوصل ما بيعرفش يشوط. مش هقف عندها كتير عشان انا بتعب. تيجي بعدها تسديده لطاهر في الدقيقه 61، تسديده ضعيفه كده بتعدي جنب القايم، وعواد بيتفرج عليها وكلنا بنتفرج عليها. عشان للمره المليون جوميز بيتفوق على كولر. خليك معترف، ما دام وصل معاك للي هو عايزه للمباراه الثانيه على التوالي هي ضربات الجزاء، يبقى متفوق عليك للمره المليار. فكك بقى من اي حد، فكك من اللي انت تقعد تسمع لهم في الاستوديوهات دي. الدقيقه 76 تبديلات النادي الاهلي، دخل السوليه ورضا سليم وخرج طاهر وكوكا من بدري طاهر عشان تيجي فرصه للزمالك في الدقيقه 83. سيف الجزيري ببص على الشبكه، الشناوي مش موجود بيحل حوار، طالع المدرجات عند جمهور الزمالك عايز يحل معاهم ايه، يشوف اي منكش يعمل. ولحسن الحظ الكره بتخرج. نيجي لتبديلات النادي الاهلي في الدقيقه 87. يوسف ايمن مكان رامي ربيعه، كلها تبديلات اضطراريه. طاهر خرج مصاب، كوكا مصاب، رامي ربيعه مصاب، وينزل يوسف ايمن لسوء الحظ يقوم متصاب عشان يخلص الشوط الثاني على كده. قفل الشوط الثاني، خش على النص ساعه على طول تبديل على طول، قفشه مكان امام. يا دين النبي، يا دين النبي، انت لسه واخد بالك؟ انت لسه حاسس ان قفشه المفروض ينزل مكان امام؟ بس كولر مدرب بيفهم، واحنا ناس على الله حكايتنا. تيجي فرصه لاسامه ابو علي في الدقيقه 92 هو الشبكه. ايه رايك؟ نو كومنت طبعا، نو كومنت مفيش. نيجي للتبديلات، تاو وعمر كمال مكان وسام واكرم. اكرم واخد انذار من الشوط الاول، ده من اول الشوط الاول، وتدخلاته عنيفه، ودخل واحده على ناصر ماهر، دي بقى انذار وكانت طرد. هتطلعه امتى؟ هتخرج اكرم امتى؟ اكرم عمل مباراه جامده وكل حاجه، هتخرجه امتى؟ مش قادر افهمك. عشان انت كولر وعشان انت مدرب جامد. تيجي تسديده للشحات في الدقيقه 112 بره طبعا، انفراد تاو، هو اوف سايد بس يعني هاتها. حسسني ان انت محترف، حسسني ان انت واد جامد، حسسني ان انت اجنبي. هاتها اوف سايد بس هاتها عشان تخلص المباراه بحرق الدم لا توصف. محتاج صفقات، محتاج مدير فني غير كولر. خلاص جاب اخره يا جماعه. هي في فتره كده على المدير الفني، فاكر بيتسو موسيماني لما مشي بدا يخرف في اخر مرحله ليه. هو كولر مش هيديك اكتر من كده، هو جاب اخره. محتاج صفقات فعلا تستحق ان هي تلبس تيشيرت الاهلي. محتاج مدير فني بقى. انا عايز اشوف فايلر، اللي فاكر فايلر يعني يا جماعه. احنا كسبنا النهارده بدعوات الجمهور والله العظيم، والتعنت الحظ اللي غير طبيعي. عرضتين وانفرادات مش مفهومه في مباراه بصراحه مش قادر افهم يعني. انا ما اخسرش بضربات الجزاء، ما بحبش اخسر بضربات جزاء. انت هدت فيها جول والحكم يصفر وين؟ انما اخسر بسيناريو الحمد لله ما تحققش. مليون مبروك للنادي الاهلي، مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي. هو الاوفى وهو الاعظم وهو الانظف جمهور الاهلي. اي حاجه غير كده فهي شكليات. سلام.